العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم بالعناوين. جهود للدفع بإنجازات السيطرة على الإيدز. تقييم برامج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لعام 2020. دعوة للدعم لتطوير بساتين داروتاي. خطف عشرات الطلبة من معهد للقابات في نيجيريا. أمريكا واستراليا والهند واليابان تدعو للعدل في توزيع اللقاحات. إسرائيل تعزز تعاونها العسكري وتجري مناورات محددة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال مسؤول وحدة السيطرة على مرض الإيدز في الإقليم الأوسط السيد صالح محمد سعيد أن تقوية القيم الاجتماعية ضرورية للدفع بإنجازات الحد من الإصابات الجديدة بنقص المناعة المكتسبة الإيدز. وأوضح بأن الفحوصات الطوعية التي أجريت في الإقليم الأوسط عام 2020 أظهرت بأن الإصابة بمرض الإيدز كانت 0.33%، وتبذل الجهود لخفض الإصابات إلى نسبة 0%. وأشار إلى اتخاذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية لخفض الإصابة بالإيدز إلى 50% والوفيات إلى 75%، ورفع تناول دواء الإطالة إلى 90%، موضحا بأن أكثر من 14,000 حامل أجرت الفحوصات عام 2020 في جميع المؤسسات الصحية في الإقليم، وقد وجد المرض في نسبة 0.06 منهن، وخلو جميع الأطفال المولودين. وذكر المسؤول أن عدوى مرض الإيدز ليست فقط عبر الاتصال الجنسي، وعلى كل من يشك بتعرضه للإصابة عليه التوجه إلى المؤسسات الصحية في غضون 72 ساعة. ودعا الأسر للقيام بنقاش مفتوح بشأن مرض الإيدز، مشيرا إلى أن المصابين بفيروس الإيدز البالغ عددهم في الإقليم الأوسط 1387 مريض، يقدم لهم أدوية الإطالة في 8 مؤسسات صحية. ويوجد في الإقليم الأوسط مركزين للفحوصات الطوعية و35 مؤسسة صحية تجري التحاليل الطبية. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة أنه وضع برنامج عمل عام 2020 بالتركيز على المهام المرحلية في السياسة والتنمية بموجب خطط العمل الاستراتيجية، غير أن البرنامج لم ينفذ بالمستوى المامول بسبب فيروس كورونا وإجراءات مكافحته. وأوضح الاتحاد في الاجتماع التقييمي الذي عقد يومي 11 و12 من مارس في عسمرة بحضور مسؤولي المكتب المركزي والأقاليم أن الاتحاد ركز جل اهتمامه للتصدي لوباء كورونا والعمل للتوعية والتنظيم في أوساط الشباب بالمستوى المحدود الذي تسمح به إجراءات التصدي لكورونا. وقيم الاجتماع بالإجابة الأعمال المنفذة لتقوية الوعي السياسي ومشاركة الشباب وتأهيل الكادر المسؤول، وأنشطة الحفاظ على القيم الوطنية وتطويرها والتعبئة والدعم الذي يقوم به الشباب العامل، وتطوير النشء والكوادر وتنقيح وتحسين الكتب التعليمية والتدريب المهني بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، وتنفيذ تعليمات لجنة المهام العليا لمكافحة كورونا. ودعا رئيس الاتحاد السيد صالح مدين في الكلمة الختامية الجهات الحكومية والجبهة وكافة قطاعات المجتمع وشركاء الاتحاد المساهمة لنقل المعرفة والمهن للشباب وترسيخ العمل والانضباط عليهم، مطالبا الشباب لاتخاذ تقوية لمبادرات اكتساب المهن المتماشية مع المرحلة الراهنة. طلب أصحاب بساتين داروتاي لسد احتياجاتهم الأساسية لتطوير أنشطتهم ورفع الإنتاج الزراعي. وأوضح المزارعون أن شح المياه الجوفية ونقص متطلبات الزراعة يؤثر سلبا على أنشطتهم، منادين وزارة الزراعة وإدارة إقليم عنسبة الاهتمام لحل المشكلات التي تواجههم. وقال رئيس جمعية منتجي الخضر والفاكهة في مديرية حقات السيد محمد إدريساي
أن تربة دعرتين ملائمة لتنمية البساتين، غير أن النواقص التي يعاني منها المزارعون تشكل تحديا يجب الاهتمام به، داعيا المزارعين للتنويع الزراعي. وأوضح أن أشجار الليمون جفت في العام 2020 بسبب النواقص التي واجهتهم، مشيدا بتعاون وزارة الصحة في الإرشاد المهني والمبيدات والجرارات، ويجب إيجاد الحل للنواقص الأخرى. أوضح المهنيون الصحيون بأن قرى حبنة وعد حفور قامت بإصحاح بيئاتها في إطار الأنشطة المجتمعية لإصحاح البيئة في مديرية مايعيني. وأفاد مسؤول المركز الصحي في مديرية مايعين السيد ثغرة مريم هيلي في مناسبة إعلان إصحاح بيئة القريتين أن البرنامج يهدف للسيطرة على الأمراض المعدية ويجب على جميع القرى الاهتمام به. وقال أن نظافة البيئة تضمن صحة مصادر مياه الشرب. من جانبه دعا مدير مديرية مايعيني السيد أحمد عثمان لتنفيذ اللجان أنشطة فاعلة للدفع بالبرنامج. السادة والسيدات، نتوقف مع فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم. قالت مصادر أن المسلحين خطفوا نحو 30 طالبا من معهد متخصص في القابات بالقرب من أكاديمية عسكرية بشمال غرب نيجيريا في رابع واقعة خطف جماعي للطلاب منذ ديسمبر الماضي. وتقع الكلية في ضواحي مدينة كادونا عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم في منطقة تنتشر بها عصابات مسلحة تتحرك عادة باستخدام دراجات نارية. وأكد مفوض الشرطة في الولاية الهجوم، لكنه لم يذكر عدد المخطوفين. وقال طالب في المعهد أن ضحايا الخطف إناث، لكن السلطات لم تتمكن من تأكيد ذلك. وقال طلاب آخرون أن بعض الطالبات نجحن في الهروب أثناء الهجوم، فيما قال السكان أنه سمعوا طلقات نارية متفرقة. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن القمة الرباعية التي عقدها الرئيس جو بايدن مع رؤساء حكومات أستراليا والهند واليابان بحثت التحديات التي تفرضها الصين وموضوعات ذات صلة. وأضاف أن القادة تناولوا أيضا حرية الملاحة في بحري جنوب وشرق الصين والقضية النووية في كوريا الشمالية. وكانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها التحالف الرباعي على أعلى مستوى منذ تأسيسه في العقد الماضي لمواجهة صعود الصين ولإحيائه بعد عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفي وقت سابق قال بايدن خلال هذه القمة التي عقدت عبر الإنترنت أن منظمة التعاون والاقتصاد التنمية العالمية رفعت معدلات التنمية المتوقعة للولايات المتحدة، وأن ذلك سيشكل محركا رئيسيا لتسريع النمو الاقتصادي العالمي. قال الجيش الإسرائيلي أنه أجرى تدريبات بحرية مشتركة مع اليونان وقبرص في أحدث مؤشر على زيادة التعاون بين ثلاث دول في البحر الأبيض المتوسط. وأشار الجيش إلى أن مناورات نوبل الدين التي قادتها إسرائيل بمشاركة فرنسا تضمنت إجراءات مكافحة القواصات وسيناريوهات البحث والإنقاذ، وكذلك مخططات تحاكي معركة بين السفن. واتخذت إسرائيل واليونان وقبرص عددا من الخطوات في الأشهر الأخيرة لتعزيز علاقاتها، بما في ذلك خطط متقدمة لبناء كابل كهربائي تحت البحر وخط أنابيب للغاز بطول 1900 كيلومتر تحت البحر. كما اجتمع وزراء دفاع الدول الثلاثة في نوفمبر واتفقوا على زيادة التعاون العسكري. كشفت دراسة هي الأولى من نوعها حول ولادات التوائم في العالم بأن إنجاب التوائم بات أكثر شيوعا من أي وقت مضى، حتى أنه وصل إلى ذروته، حيث وصلت معدلات المواليد إلى أعلى مستوى تاريخي بسبب التلقيح الصناعي والخصوبة. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الباحثين حللوا سجلات من أكثر من 100 دولة ووجدوا ارتفاعا كبيرا في معدلات مواليد التوائم منذ الثمانينات، حيث ولد واحد من كل 42 شخصا توأما، أي ما يعادل 1.6 مليون طفل سنويا.
وفقا لدراسة ارتفع معدل المواليد التوائم في العالم بمقدار الثلث في المتوسط على مدار 40 عاما الماضية. بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات ودمتم في أمان الله.